صباح الخير. 23 سنة وأنا مقيمة بالإمارات، لدرجة أنه كل شارع وزاوية صار جزء مني. بس اليوم قررت أنسى أني مقيمة وأصير سائحة في دبي لمدة 24 ساعة. جاهزين نشوف دبي بعين تانية؟ يلا نبدأ الرحلة. إذا أنتم مشتركين بالقناة تشتركوا، تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك لهذا الفيديو. وبس حاجة حكي ويلا نبدأ. هلا بالعبره اللي حتنقلنا من طرف ديره للطرف الثاني اللي هو السوق القديم. تاكدوا انه معاكم كاش لانه احنا ما كان معنا غير درهمين واعطيناهم اياهم. هلا ما بعرف كيف حنرجع، فحنشوف كيف حنتصرف موضوع الرجعه هذا. الله يعين. الفيو كثير حلوه، يعني حتى لو انتم حابين بس تركبوها رايح راجع بس مشان تشوفوا الفيو والمنظر كثير حلو حيكون. اوكي سو هي العبره اللي احنا راكبين فيها بدرهم واحد بس. رح ننزل ونروح على السوق القديم. السوق هون كثير حلو، فيكم تاخذوا منه سيفونيرز، فيكم تاخذوا منه اشياء كثير، في ناس بيبيعوا اكل كمان. احنا هلا في السوق القديم، والفكره انه هن كل حدا مفكرنا انه احنا سياح. انا سائحه اليوم عادي، فاوكي يعني هون الاماكن تبع السياح عن جد، مو اماكن الناس اللي مثلنا. نحن المقيمين بنعرف اماكن يعني جوا اكثر، فهون اذا انت سائح حتجي لهون. بس والله هذا المكان عبايات، سيفونيرز، بهارات، اشياء غريبه يعني. بس هون في المكان اللي هو ببيع الاكل. شوفوا حاره كثير صغيره، تمام؟ حفرجيكم الاكل تبعهم كيف عامل. هلا شكرا. هذا هو اتوقع. تفضل حبيبتي. ايوه هذا هو. احسنت الله عليك. गरा नंबर 1 अल्शॉप रेस्टोरेंट पर दुबई नंबर 1 كله नंबर 1 फ्राई अल्शॉप रेस्टोरेंट फ्राई सैंपल फ्राई. هذا المشروب التقليدي اللي لازم اي انسان يجي على الامارات يشربه، اللي هو شو؟ الكرك. بعد ما صرنا مقيمين في الامارات صرنا مدمنين كرك. احنا في سوريا ما عندنا كرك، فهذا ادمان. وهلا اعطانا شغله اللي هي ضيافه. What's this one what؟ بكوره. انا هي ما بعرفها صراحه. اوكي انا صار لي 20 سنه. ميكس خضروات. هذا المحل اسمه اللمسة العجيبة. هذا فيه عطورات كلياتها أصلية حسب ما هو قال، يعني بأسعار منيحة. شمي كده. يعني مش بس عود، كمان everything. يعني بيركبوا لكم عطور. يعني اذا انتم بدكم عطر مثلا براند وما حابين انه انتم تشتروا البراند، هن بيركبوا لكم العطور. خلصنا هلا الجوله هون بسوق دبي، وعلى فكره لقينا كثير سياح. فكره انه انتم ما بتدفعوا كثير، يعني احنا دفعنا درهمين للكرك ودرهمين للعباره لانه احنا اثنين بس على شخص، يعني الشخص الواحد بيدفع درهمين بس. صار معنا شغله يا جماعه، انا قلت لكم بدايه الفيديو انه احنا ما معنا كان غير درهمين. قلنا له تبع الكافيتيريا انه نحن بدنا ندفع بالبطاقه. كنا محتاجين طبعا هلا درهمين لحتى نرجع فيهم عند السياره، والا حنضل هون للابد. قال لي روحي ادفعي عند المحل اللي جنبي، اعطاني 3 درهم في ايده وقال لي روحي ادفعي عنده 5. فانا ما استوعبت كيف رب العالمين زبط الامور بطريقه انه احنا يعني ناخذ الفلوس الدراهم، ولا عن جد ما كنا حنرجع على البيت اليوم ابدا يا جماعه لانه ما معنا كاش. المهم انه احنا هلا صار معنا 3 دراهم من الاخر. يعني حنرجع على السياره مشان نروح على مكان ثاني، ممكن نقعد هنيك بتزاويه اذا بدك. مبدئيا المنطقه اللي هنيك هي السيف، بس احنا ما حنروح لها هلا لانه عندنا اشياء ثانيه نروح عليها. لكن منطقه السيف فيها مطاعم، ما حسيت في شغلات كثير نفرجيكم اياها هنيك. المنطقه اللي رحت لها هي اكثر سوق شعبي، اما هذيك المنطقه مطاعم تقعدوا فيها وهيك. متنا بيسكلي احنا دخلنا على ميوزيوم فيوتشر. طبعا انتم من برا بتشوفوا اشياء عم بتطير، يعني عن جد بتحسوا حالكم بالفيوتشر. متحف هون فيه 7 طوابق. شوفوا في كبسوله هلا حتمرق من وراي، هي اللي عم تودي الناس على ال7 طوابق. كل طابق منهم مود معين. الطوابق اللي موجوده هون بتساعدكم انكم تتخيلوا كيف المستقبل رح يكون. اذا انتم مو حابين انكم تجوا مشان تجربوا الاكسبيرينس، فيكم تجوا مشان تروحوا على الكافيه اللي موجود هون. هذا الكافيه اسمه كافيه اكس. انتوا بتخلوا الروبوت هو اللي يعمل لكم القهوه. تخيلوا شوفوا طلعوا هنيك كيف الروبوت هو اللي عم يعمل للناس القهوه. واو. اذا حابين تاخذوا سيفونيرز من هون، في ستور تاخذوا منه سيفونير. انا عجبني كثير في المكان انه عم يحاولوا يبينوا الثقافه العربيه. يعني بدكم تشوفوا العرب يعني بدكم تشوفوهم. شوفوا كل شيء له علاقه بالخط العربي والكتابه العربيه. يجيكم من برا كيف شكل المبنى. تخيلوا انه هذا المبنى تصنف كاجمل مبنى في العالم، وتكلفه البناء تبعه كانت 500 مليون درهم. كل الناس يعني مصدومه بالشكل والتحفه الهندسيه المعماريه اللي عاملينها دبي بهذا المبنى. الايد اللي موجوده هنيك، هاي الايد هي علامه النصر اللي الشيخ محمد بن راشد دائما بيحطها بكل انجازاته. اذا انتم جايين على برج خليفه اللي هو ورانا حاليا،
موقعه من برج خليفه ما يقارب 5 دقائق بس. فاجينا على دبي مول. طبعا هذا المول اللي كل الناس بتحب انها تزوره، هو كثير كبير، اتوقع هو واحد من اكبر المولات في العالم، اذا مو اكبر مول في الشرق الاوسط. محلات كثير، احنا ضايعين اصلا، بس في برا النافوره وبرج خليفه اللي كل حدا بيحب انه يروحها. بعض المحلات فاتحه 3-4 افرع بالمول من كثر ما المول كبير. اذا اجيت على دبي مول لازم تجوا على ابل، لانه في منطقه خارجيه ممكن تطلعوا وتشوفوا النوافير وتطلعوا تشوفوا منها البرج. طبعا ابل كثير زحمه لانه نازل هلا ايفون 16، بس شوفوا من هون فيكم هنيك بتكون النوافير، وهذا هو البرج. هذا هو البرج، هو مش وراي اصلا بس انه هو قدام. اوكي سو احنا هلا عند الشلالات اللي هي اصلا اي حدا بيجي على دبي مول اكيد لازم يكون بيعرف هي الشلالات اللي وراي. اتوقع هي الاطول او الوحيده في العالم انه شلالات بهذا الطول اندور داخليه بهيك يعني بهيك شكل. حط لكم اصلح لكم معلومه لو طلعت غلط. كسياح الناس اول شيء بتيجي عليه هون هو شو؟ هو القريه الصينيه، هن عاملينها جديد مثلا زمان. حتى المطاعم هون كلياتها لها علاقه بالصين، وحتى المحلات. يعني هلا في مثلا هنيك موموسو، على فكره موموسو فاتح بدبي مول، فاتح له شي 3 افرع يعني اذا مو اكثر. كثير الصينيين مشهورين بالشاي، ففي هنيك يعني هون في كل مكان اشياء لها علاقه بالشاي. حادلكم على المكان اللي انتم كسياح لازم تجوا. حدا يقنعني انه احنا ما لنا ببكين، اقنعوني بس. اذا حابين تصوروا فيكم تصوروا هون، فيكم تصوروا تحت. هلا حنزلكم لتحت تشوفوا كيف الفيو. حابين توقفوا هون مثلا شوفوا المكان وراكم، يعني حتى الموسيقى وحتى كل شيء بتدل على الصين. من ضمن الاشياء اللي فيكم تعملوها اذا جيتوا على دبي مول هو انكم تلعبوا بهي الايس رينك اللي هي حلبة التزلج، وانا جربتها قبل هيك وقعدت اكثر من مره. عادي لازم توقعوا. اذا انتم جايين على دبي مول لازم تجوا على الاكواريوم، مثل بوكس فيكم تدخلوا تكون حواليكم كل الاسماك وهي الاشياء. في نفق كمان فيكم تدخلوا فيه، وكمان يكون حواليكم كله الاسماك والغواصين اللي هلا في غواصين جوا عم ينطفوا الاكواريوم. المنطقه اللي احنا فيها هلا هي فيكم تقولوا انه هي سيكريت سبوت. احنا في المنطقه الثانيه اللي هي عند المول، وهي عاده بتكون كثير زحمه، لكن هي المنطقه بتكون اخف زحمه وبس فيكم تشوفوا النوافير فيها بكل وضوح. فيكم تأجروا هي العباره، اي ثينك هاي العبره فيكم تأجروها تاخذكم حوالين المول. شغله عرفتها هلا انه في هون سوبر ماركت اسمه هيبو، اشياء فيه كلها صينيه ومستورده، سو حنفوت عليه ونشوف هاي الاشياء مكتوب عليها بالصيني مستورده. صيني ولا ياباني صراحه مو متاكده، او كوري. هذا اوريو تبعنا هيك صار فيه نفس الاوريو بالضبط. اوه ماي جاد، كلهم مكتوب عليهم بالصيني، يعني هو البراند نفسه موجود عندنا احنا بالعربي، بس هون مكتوب عليه بالصيني. عندهم فانتا صيني، عندهم بابل تي. احنا البابل تي عندنا بينباع بالكاسات، يعني هذا البابل تي. تخيلوا هون عندهم التابوكي، هي طبعا كثير معروفه، اللي بيشوف اليابان والصين كثير معروف عندهم. ولفتني انه في عندهم كورنر كامل بس للنودلز، هذا الكيمشي والشو اسمه والكاربونيرا. طالعين هون تستر، فسالتهم انه شو هذا التستر، قالوا لي هذا هو شيء له علاقه بالتشيكن مقطعينه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما شو طعمته؟ جبنه، طعمته جبنه. طيب احنا هلا في اطلانتس، بس مش اطلانتس العادي المعروف، هذا اطلانتس جديد اسمه اطلانتس ذا رويال. كثير حلو القهوه اللي هنيك، ما بعرف شو اسمها القهوه، كوفي شوب. والحلو كمان شوفوا القعدات هون كيف عامله، يعني طلعوا انتوا قاعدين اصلا جوا المي، طلعوا شوفوا الفندق وراي، الفندق شكله كثير حلو. بس الطريقة لحتى تدخلوا على هذا الفندق، أول شيء في طريقتين، أكيد الطريقة الأولى إنكم تكونوا حاجزين بالفندق، يعني ما بدها ذكاء، والطريقة الثانية إنكم تحجزوا بوحدة من المطاعم اللي موجودة هون. الناس هون بيحبوا هذا الفندق تحديدا لأنه كثير رويال وكثير فخم المكان مول، يعني ما شفت فندق بهذا الحجم. حتى مراكز تسوق، يعني عندكم LV، عندكم دولتشي جابانا، اي ثينك اوناس. من كثر ما هو كبير الفندق حاطين ساينز على كل مكان مشان انتم ما تضيعوا، لانه عن جد ممكن تضيعوا. بما انه هو اطلانتس ذا رويال، اكيد لازم يكون فيه الاكواريوم اللي هو حوض السمك. هذا شو التحفه والابداع بانه المي بقلب النار، يعني مي ونار في نفس الوقت. كيف عملتوا هيك؟ مي ونار في نفس الوقت شباب، ومانا مي صناعيه مثلا، مي حقيقيه هي المي. هلا في اطلانتس وما فيكم تجوا كسياح على الامارات او على دبي تحديدا وما تزوروا اطلانتس. يعني انه السوق هو ببين انه هو
فينتج وبيبين انه هو قديم. حتى الطريقه اللي عاملين فيها السوق والالوان وكل شيء بيبين قديم، يعني بيشبه السوق القديم اللي رحنا له ببدايه الفيديو. بس هذا الحلو فيه انه تخيلوا يعني باث اند بودي وركس، بالمان، كثير براندات معروفه عامله محلاتها بنفس هذا الشكل. يعني اصلا هذا مغلق ومكيف، مو ضروري تجوا بالشتاء بس فيكم تجوا بالصيف. وهون كنت عم بحكي لكم عن انه في براندات معروفه كثير مثل بالمان عاملين المحلات تبعها بهذا المكان. احنا طلعنا هلا من السوق على المنطقه اللي هي اوت دور برا، تحت في مطاعم وكمان رح تلاقوا اللي هو برج العرب. حتى لو انتم ما كنتوا حابين تقعدوا في مطاعم، الفيو نفسه كثير حلو. تعالوا فرجيكم الفيو. المكان اللي اجينا عليه هلا اسمه انار. هذا المكان صراحه كثير خطير، انا عجبتني كثير القعده. اذا شايفين هو نحن في مدينه جميره وجنبنا البحيره ووراي برج العرب. اللي اخذناه نحن بيسموه افترنون تي، بس احنا جايين في الليل اصلا. بيعطوكم هذا الشاي، فيكم تعملوا له ريفيل قد ما بدكم. هذا هو الشاي، وهي مي اذا بدكم انتم مثلا اذا حسيتوا انه الشاي ثقيل عليكم فيكم تحطوا من المي من هون. بيقدموا لكم هي البقلاوه اوكي، وبيقدموا ضيافه من المحل. هذا الشيء طبعا نحن صراحه ما قاومنا فاكلنا يعني قطعتين منه. اوكي سو بيسكلي هلا احنا وصلنا على الجي بي ار. اكيد ما فيكم تجوا على الامارات او على دبي وما تروحوا على الجي بي ار. الصبح فيكم تجوا عليها مشان تسبحوا، لكن بالليل هيك بتكون كثير زحمه، وفيها السيارات اللكجيريوس، السيارات الفخمه، وطبعا اكيد فيها السينما والمطاعم وفنادق، يعني منطقه كثير زحمه. هلا احنا بالجي بي ار بالمنطقه اللي فيها البحر. هي الناس اغلبهم بيجوا على البحر صراحه. هي جهه البحر. جهه الاكشاك هي فيها كل شيء، يعني فيها مثلا عطورات، فيها ايس كريم، فيها طبعا المطاعم اللي هن اخذين هي المحلات. لكن هون على جنب فيها الاكشاك. اكيد لازم احكي لكم انه جي بي ار فيكم تقضوا فيها يوم كامل، لانه فيها اكثر من اكتيفيتي، يعني فيها العاب بجهه من الجهات، فيها العاب، فيها مطاعم، فيها البحر، فيها الفلاين كاب، فيكم تروحوا على بلو ووترز، فيكم تقضوا يوم كامل بس بالجي بي ار. بس يا جماعه هيك خلص الفيديو لليوم. صراحه كان يوم كثير متعب. تخيلوا من الصبح احنا طالعين من الساعه 5 الصبح، هلا تقريبا الساعه 8. لا تسووا لي سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك لهذا الفيديو. وبس والله بحبكم كثير، بتمنى ان شاء الله اشوفكم بالفيديوهات الجايه. مع السلامه.